النهارده هنحلل تكنيكات الجوجيتسو والجرابلينج والمصارعه. 2 من طلابي في السبارينج، الاتنين لسه ما كملوش سنه تدريب ولسه بيبنوا الاساس بتاعهم. المشكله ان في المرحله دي الغلطات الصغيره بتفرق جدا، والاتنين عندهم شويه غلطات واضحه. النهارده هنحلل كل بوزيشن، كل غلطه وكل قرار صح في لعبهم. فمن غير ما اطول عليك يلا نبدا. النهارده هنشوف تمرين عندي في الجيم، هنشوف الشباب وهم بيجهزوا للبطوله بيعملوا ايه، ونشوف غلطات اللي هم بيعملوها والحاجات الكويسه اللي هم بيعملوها. اعرفكم، ده مارسيلو عشان هو شبه مارسيلو جارسيا بس اسمه الحقيقي محمد عادي جدا. وده فرانشيسكو، صديقنا من المكسيك تقريبا، مش متاكد، بس يعني تعالوا نشوف اللي هيحصل. من البدايه كده احنا نقدر نشوف ان مارسيلو عنده او ماسك 5-0 اللي هي بتعدي من تحت الكوع وبتخش تمسك الدراع. من الناحية التانية هو يقدر ان هو يا اما يمسك الرقبة من هنا، والافضل اللي انا بحبه ان لما ركبتك تبقى ورا الدراع تعدي ركبتك وتغطي دراعه وتقفل رجليك الاتنين عليه وتاخده في بوزيشن اسمه باك سايد كروسيفكس او الصلب من ناحية الظهر. تعالوا نشوف اللي هيحصل. بوزيشن زي ده كل اللي مارسيلو محتاج يعمله ان هو يبعد رجليه، لان رجله التانية تقدر انها تعزل ما بين الكوع وما بين الظهر بتاع فرانشيسكو. فمن هنا يقدر ان هو يبعد رجله اللي ورا دي ويعديها من فوق الرجل دي الدراع ده، ويقفل زي ترينجل على الدراع ده. لو قفل ترينجل على الدراع ده الموضوع انتهى، هيبقى المسألة مسألة وقت، لان الدراع ده هيبقى حر وهيبتدي ان هو يستخدمه عشان يخنق الرقبة. دلوقتي وصلنا الهاف جارد، ومن الهاف جارد نقدر نشوف ان فرانك قادر يحط الدراع بتاع الاوكتوبوس جارد على الجزء العلوي من ظهر مارسيلو، فهو مجبره ان هو يحط وزنه لتحت. ومن الناحية التانية بالدراع التاني مارسيلو ماسك الدراع ده. الافضل ان مارسيلو يسيب الدراع ده، يحط ايده دي في الارض هنا عشان يوزن نفسه، ويستخدم الدراع التاني ده بدل ما الدراع التاني يكون شايل الوزن يستخدمه عشان يمسك الدماغ ويرجع خصمه لتحت تاني بدل ما يعمل فيه اوكتوبوس جارد او جارد الاخطبوط. نشوف اللي هيحصل. هنا مارسيلو بيحاول يرجع بدراعه عشان يمسك الدماغ ويفردها لورا، بس عشان هو شاغل دراعه ده بان هو يمسك الدراع التاني بتاع خصمه من تحت، فهو اتزانه هيقع لقدام، فيضطر ان هو يرجع دراعه تاني لقدام هنا، وده مش المطلوب. سيب الدراع ده وحطه استخدمه هنا في ان انت تسند نفسك، وبالدراع التاني اعمل اللي انت عايزه. عشان خصمه هنا باين ظهره، فمارسيلو يعدي رجله من فوق ظهره من هنا عشان مفيش اي دفاعات بتحمي الظهر. لو فرانشيسكو عايز يحمي نفسه محتاج ان هو يكون لافف بوسطه الناحيه دي وحاطط الفريمات بتاعته بتاعت رجليه عشان مارسيلو ما يقدرش يلف لظهره. ومن هنا يبقى فيه كنترول بالظهر. عندنا هوك واحد ولسه الهوك التاني ما دخلش. لو ناخد بالنا فرانشيسكو هنا قافل كوعه ورافع ركبته عشان ما يدخلش مارسيلو، ما يدخلش رجله من هنا. حلو. هنا مارسيلو معاه دراع خصمه بالجيفت راب، اللي هي دراعاته الاتنين لافين حوالين الدراع بتاع خصمه هنا، ورجله بتحاول تعدي، حاول يعديها من فوق، بس فرانشيسكو كان اكتف بالدراع ده وحمى نفسه من الرجل دي انها تخش. في اللحظة اللي زي كده او في الحالات اللي زي كده لو انت مش قادر تدخل رجلك من هنا، يا اما تحاول ان انت توصل للهوك تاني وبعد كده، او تهوش برجلك للهوك وبعد كده تقوم طالع تاني عند الكتف، يا اما تقوم معدي رجلك واخد من هنا ارم بره على طول. لان خلي بالك كوع فرانشيسكو هنا سهل جدا ان هو يتحصر، لكن فرانشيسكو هنا بما ان مفيش ضغط من الرجل دي على الوضعية بتاعته قادر ان هو يلف كتافه لقدام ورجله لقدام ويبتدي ان هو يطلع من البوزيشن ده ويلاقي مساحة للكوع ان هو يلف. فعلى طول بعد ما يلف نلاقي مارسيلو قام حاطط دراعه ببوزيشن الاوكتوبوس جارد
وحاطط الفريم بتاعه بتاع الدراع من هنا عشان يبتدي ان هو يقوم ويبيلد اب. يدخل رجله وبعد كده رجعها تاني عشان ياخد عزم من هنا. طيب عشان يوقعه من هنا محتاج ايه؟ محتاج ان هو يسيب الحتة العالية من جسم خصمه ويقوم نازل بدراعه ده مرة واحدة ماسك الرجل دي ويسحب دراعه ده لورا شوية ويوقع خصمه في الناحية دي. بس مش ده اللي هيحصل. بعد كده نشوف هنا ان ده اوكتوبوس جارد من فرانشيسكو واوكتوبوس جارد من مارسيلو. الاتنين بيحبوا يلعبوا اوكتوبوس جارد. هنا الصح ايه؟ لو خصمك رفع رجله وابتدى ان هو ياخد عزم عشان يقاوم في الاتجاه المعاكس، المفروض ان انت تدخل دراعك جوه الفخده وترفع الوسط لفوق، فالوسط يبقى خفيف والوزن يتحمل على الدراعات، وتقوم شايل الخصم وموقعه على ظهره. بالظبط، هو الاتجاه ده بالظبط. من هنا مارسيلو يقدر ان هو يرفع خصمه لفوق، او لو خصمه ضغط عليه يقوم لافف خصمه لهناك. كده تمام. مارسيلو هنا بيحاول ان هو يدخل الفريم بتاع الدماغ، لان هو لو جاب الدماغ لهنا هيتحل مشكلة الاوكتوبوس جارد دي. بس المشكلة هنا ان فرانشيسكو قام رافع رجله وقام داخل، لان مفيش عزم، لان مارسيلو شغل رجله بان هو يفريم على الرجل دي. لو شال الرجل دي وحطها ورا او خلى ركبته في الارض من تحت مش هيحصل اللي بيحصل دلوقتي ده. هو المفروض ان هو يفك الرجل، ياخد عزم من الارض برجله دي عشان وزنه ما يقعش، لان لو تاخد بالك مفيش حاجة تسند الناحية الخلفية من ظهر مارسيلو. فدايما اعمل حسابك ان انت وانت بتلعب لازم يكون عندك حاجة تسندك من ظهرك. برضو من هنا نشوف ان فرانشيسكو لو اتزق لقدام يقع. بس مين اللي يعرف يزق التاني؟ ومنين بنعرف الأولوية للشخص ان هو يقدر يزق التاني؟ بعلو الوسط. فهنا علو وسط فرانشيسكو اعلى بكتير من مارسيلو، فهو اللي ليه الايد ان هو يوقع مارسيلو. ده درس سريع في الاوكتوبوس جارد عامة. ويوصل لهنا للاوكتوبوس جارد بتاعه ويقدر ان هو يسويب تاني. طيب هنا فرانشيسكو عنده ايه؟ عنده رجل قادر يتحكم في الرجل دي. المفروض يعمل ايه بقى بعد كده؟ المفروض ان هو يوطي دماغه عشان مارسيلو ما يقدرش يسحب دماغه لفوق، ويقوم ماسك الرجل دي بعد الرجل التانية خالص، يرجعها لورا ويفك الرجل دي خالص، وبدراعه ينزل الركبتين اللي هناك يخليهم نايمين بسوى الارض، ويقوم معدي رجله من فوق لهنا وياخد فول ماونت. بس هو شاغل دراعه بحاجة هنا تقريبا بدراع مارسيلو التاني. هو كده ما عندوش اي مشكله، هو كده يعتبر جاهز للفول ماونت. لو هو بس بدل ما هو يشغل دراعه اليمين بالجزء التحتاني ده، لو هو زق الرجلتين دول لتحت، كل اللي هيحصل ان هو هيقوم رافع رجله دي ويرجع برجله التانية لورا، يعني عشان يعرف يتزن عليها وياخد منها عزم. الرجل دي ترجع لورا سنه صغيره، يفرد الركبه دي لورا سنه لحد هنا كده، والرجل التانية تعدي، بس قبل ما تعدي لازم يكون بدراعه ده منزل الركبتين لتحت. نخش تاني في نفس المشكله بتاعت الاوكتوبوس. فرانشيسكو بيحاول اهو، يعتبر شبه عدى اهو. حسبي يا جماعه والصح مصطفى. لا ما عداش. ننزل تاني في الاوكتوبوس، 55 اوكتوبوس في نفس اللحظه. حلو كده. فرانشيسكو يقدر ان هو ياخد زي دبل ليج، ومن هنا مارسيلو يقدر ان هو يرفع وسطه، لان الوسط هنا مش محطوط عليه وزن. فرانشيسكو عمل غلطه ان هو حاطط وزنه على الرجلتين من ورا، لكن الوسط مفيش عليه وزن، وده معناه ان مارسيلو يقدر ياخد عزم من يحط دراعاته في الارض ويرفع وسطه لفوق. دخل دراعك ده من جوه. انا هنا بقول له دخل دراعك من جوه الفخده عشان تبتدي ان انت تاخد زاويه وتلف، بس مارسيلو شايف انه الكوع مفتوح فيخش على الكيمورا. من جوه عند الفخده. يخش من هنا على الكيمورا. بس زي ما تشوف كده خصمه حاطط دراعه مخبيه جوه رجله، فمارسيلو هيعمل ايه؟ بص بقى اللحظه دي، مارسيلو هيقوم رامي رجليه
ويقوم لافف عشان ياخد ظهر خصمه. دي بقى اللي بنسميها استخدام الكيمورا كبوزيشن مش كسبمشن. ويقدر هنا يوصل لهوك واحد على خصمه، ومعاه تحكم بالدراع التاني، وده اللي بنسميه diagonal كنترول. يعني ايه diagonal كنترول؟ يعني لو انت متحكم برجل من الناحية اليمين من خصمك، لازم تتحكم بدراع من الناحية الشمال. لو انت مدخل هوك على الرجل دي، يبقى لازم تتحكم في الكتف اللي هناك. فهو دلوقتي مدخل هوك من هنا على الرجل دي، لازم يتحكم بالدراع الشمال ده والكتف الشمال، وده الصح. نطلع لفول ماونت او 3 كورتر ماونت، بنسميه 3 كورتر ماونت عشان الرجل دي بتبقى بين الرجلتين. يلف للناحية التانية او قلب للناحية التانية عشان يكشف الجزء ده ويقدر يدخل منه الهوك بتاعه، لان الناحية لما كان نايم على الناحية الاولانية كان الهوك مستخبي في الظهر. في مشكلة تانية هنا، ان فرانشيسكو كتفه ده في الارض، ولو كتفه ده في الارض ولف رجله دي حطها هناك ونيم كتافه الاتنين في الارض، هو خرج من الباك. فلازم مارسيلو يخش باندر هوك من هنا عشان يبقى مانع كتف فرانشيسكو انه يوصل الارض بسهولة، بالظبط زي ما هو عمل كده، ودخل الهوك كمان في نفس الوقت. وهنا فرانشيسكو يقف على الرجلتين، مارسيلو يقفل بودي لوك في الاتجاه الصح اللي هو البودي لوك لفوق. من هنا فرانشيسكو دخل القفله بتاعت البودي لوك بين رجليه، ودي مش مشكله، دي عادي. هنا بقى دي غلطه انا شايف ان هي مش مظبوطه. انت ليه تفك رجلك وتطلع لبره تاني؟ مش لازم، مفيش قانون بيقول البودي تراينجل او القفله دي لازم تكون لبره. لو هي لجوه مفيهاش مشكله، بتعمل نفس المهمه. هي اضعف سنه صغيره بس يعني مؤثره جدا. هنا فرانشيسكو بص بيحاول ان هو ينزل كتافه الاتنين للارض، ولو نزل كتافه الاتنين للارض هيطلع، بس مارسيلو يقوم نقله للناحيه التانية. يغير الوضع بتاع البودي ترينجل تاني لبره. هنا في محاولة من مارسيلو ان هو يحط رجله لورا. بص مارسيلو كان عايز برجله دي يعديها فوق الدراع ده، فوق الدراع ده. اهو بيمسك بدراعه ده عشان يتحكم في الدراع ده ويحاول يعدي رجله من هنا. ده غلط، ده مش صح. لو انت عايز تحشر الدراع ده في الباك معاك في البودي ترينجل او في القفله بتاعتك تحت الرجلين او تحت تحكم الرجلين، ما تحاولش تتحكم فيه بالدراع اللي في نفس الناحيه. لكن المفروض ان انت تعمل حاجه اسمها ستريت جاكيت سيستم. والستريت جاكيت ده عباره عن ان انت بيبقى عندك دراع تاني، تقريبا ده جزء من الدراع التاني، هو الدراع اليمين لمارسيلو، الدراع التاني، وتمسك الريست بتاع خصمك وتحطه في بطنه من هنا، ومن هنا تعدي رجلك من فوقه، وهتلاقي التحكم في الدراع ده بقى سهل. بص، لكن لو انت بتحاول تعمله بالدراع اللي في نفس الناحية، التحكم بيبقى صعب جدا. نص الدراع ما تمش التحكم فيه. كان المفروض ان الدراع ده هو اللي يمسك الريست بتاع الدراع ده ويجيبه هنا، والرجل دي تقوم داخله فوق. يسيب الفول ماونت ويخش الثري كورترز ماونت. هنا في باك برضو، فرانشيسكو ما ينفعش ينام على جنبه كده لازم يكون موجه اطرافه بحيث ان هو يحمي ظهره، لكن هنا هو مش حامي ظهره كويس، فسهل ان مارسيلو ياخد ظهره. بص هو دلوقتي متاخر قوي في ان هو يحمي ظهره. بص رجع يلف كوعه، لقى كتف مارسيلو اوريدي غرز في تحت باطه من هنا، ودماغه ووزنه نزلوا من هنا جامد، وبالتالي دي في الغالب هتبقى
بداية خطر الارم تراينجل كخنقة. حتى هو بيشد الكتف من هنا عشان يخف الوزن عليه. يعمل حاجة حلوة قوي ان هو يقلب وشه الناحية التانية ويكشف ظهره، وده واحد من الحلول الكويسة جدا للهروب من الارم تراينجل، بس هيكشف ظهره. فمارسيلو يقوم داخل من الفتحة دي ومدخل الهوك بتاعه ويسحب برجله هنا وبالدراع ده وخلي بالك من التفصيلة دي، مارسيلو هنا مش ماسك من بدراعه الكتف بتاع خصمه، لا ده معديه لغاية الكتف التاني، ودي بتبقى ماسكة عميقة جدا بحيث انها تقدر من خلالها ان انت تسحب البني ادم للاتجاه التاني، والكعب كمان يشد في هذا الاتجاه، وبالتالي تقدر تقلب خصمك عشان تبتدي تكشف الناحية التانية وتسمح لرجلك اللي محشورة في الارض دي انها تخش كهوك. ما تيجوا هنا، تعالوا كده. صور. ليه فكنا البودي تراينجل؟ ازاي؟ ماشي، مارسيلو ينقل لبودي لوك، يعدي رجله تاني، هنا برضو انا مش فاهم دي ليه لما مارسيلو لما يرجع هنا ليه يقع على جنبه؟ هو محتاج ان ركبه تكون في الارض ثابته ويسحب خصمه على الارض من غير ما تكون ركبته محشوره تحت. هنشوف دي تاني. انت متحكم بدراعك في وسط خصمك من هنا، خصمك هيبتدي يقوم، بص خصمك من هنا دي بنسميها تايت ويست، خصمك ابتدى يقوم وينزل ويقف على ركبه الاتنين، ما ينفعش ان انت لما تسحبه تقوم واقع جنبه، لما تسحبه خليك واقف على ركبك عادي جدا وخليه هو اللي يقع على جنبه. بص لما هيسحبه هنا في الاتجاه ده الصح، ان انت تحط دراعك تايت ويست وتقوم فاتح ركبتك دي راجع بيها لورا وساحب نفسك. بس هنا بقى الغلط ان انت تقع بجنبك، انا افضل ان انت تسحب ركبتك وتخليها في الجنب، يعني تسحب ركبتك او مش في الجنب حتى، تسحب ركبتك دي وتخليها هنا كده، والركبه التانية تبقى لازقه في ركبته من بره بحيث ان هو يقع لما تسحبه. ده الاسكيب اللي بيستخدمه عاده نيكي رود، عشان او مش اسكيب، بيستخدمها مع التيرتل جارد ده اهو. هنا هو كان عايز يدخل الهوك بس هي طريقه تكنيك مش عملي كفايه، لان الهوك من هنا صعب ان انت تدخله لان في ارض ومفيش مساحه ان انت تلف ركبتك، هتخبط في الارض، فالمساله من هنا بتبقى صعبه. انا عايز ان ركبتك تبقى هنا او ركبتك تبقى عند بعيده شويه هنا، الركبه التانية بصه في الارض، وافصل بقى الهوكات بتاعت الباك دلوقتي مش مهمتها، انت طالما انت ماسك وسط خصمك ده معناه ان الهوكات لو جت اصلا تخش هتلاقيها خبطت في دراعاتك، فانت عايز تفصل ما بين كل تكنيك والتاني، الركبتين دول يكونوا في الارض وتسحبه توقعه على جنبه زي ما هو حصل كده، واول ما توقعه على جنبه تقوم مدخل دراعاتك الاتنين للتحكم في الجزء العلوي من جسمه، ده الصح. مش مفضل ان انت تفضل ماسك الدراع ده، مش مفضل ان انت تفضل ماسك الدراع ده قبل ما تكون ليك تحكم بجزء قوي من الجسم بتاع البني ادم، زي ان انت تعدي دراعك سيت بيلت او زي ان انت تكون ماسكه بادي لوك. بس هنا بعد ما وقع قدر ان هو يلاقي سبيس او مساحه ان هو يدخل الهوك الاولاني، ودي حاجه كويسه. وهنا فرانشيسكو برضو بيحط الفريم بتاعه عند الركبه عشان ما يدخلش الهوك التاني، ومارسيلو يبتدي ان هو يحاول يخش يتحكم في الجزء العلوي من جسم خصمه. برضو تفصيل صغير، ما تطلعش بدراعك من فوق، دخل دراعك من تحت وامسك السيت بيلت، هيبقى عملي اكتر بكتير. ومش عارف برضو انا قاعد بفكر وانا بتكلم بقول هل انا بفكر بتحليل وبقسوة على الشباب بتوعي، بس يعني دي مهمتي ان انا اصلح لهم الغلطات واقول لهم ايه الحلول اللي انا بقترحها عليهم. بص هنا لو انت كان عندك انت كمارسيلو عندك دلوقتي انك تخش من تحت، هتقدر تتحكم في الدراع ده، دراعه لازق في ضلوعه، انا عايز ان انا دراعنا يبقى من تحت عشان لما افتح كوعي وانا دراعي تحت دراعه يفتح دراعه معاه، ومن هنا اقدر ادخل الهوك اب بتاعتي لو انا عايز.
نديم ومصطفى الاتنين محتاجين ان هم يشوفوا مكان تاني يلعبوا فيه بصراحة، عشان ده ضيق تنفس. مارسيلو ينجح ان هو يدخل الهوك التاني، ومن هنا في تشوك حلوة هي اتفتحت والماتش يخلص. اندر هوك حلو قوي، من اندر هوك لفرونت هيدلوك. ليه؟ لان فرانشيسكو وطى دماغه. حاول نشوف اللحظة دي تاني. هو دخل من هنا الاندر هوك، جميل جدا. في اللحظة دي بص دماغ فرانشيسكو فين. دماغ فرانشيسكو واطية ومكشوفة، لازم دماغك تبقى في نفس علو دماغ خصمك. اهو دماغه واطية، فقام داخل عليه على طول فرونت هيدلوك. ينزل لكيعان وركبه، وده كويس جدا. مارسيلو حاطط عليه الوزن بتاعه، حاطط عليه صدره، ده تمام. هنا لو انا عايز اطلع من وضعية زي دي، هحتاج ان انا لو انا فرانشيسكو هحتاج ان انا اودي دماغي لهناك تبص لهناك، وبدراعي ده احطه، امسك الكوع، اعمل قلبه بوست وازق الكوع في الاتجاه ده، واجيب وسطي والفه للناحية دي. دلوقتي مارسيلو بيلف الاناكوندا تقريبا. دي اناكوندا هي، لانها مقفولة تحت الكتف مش عند الرقبة. بس ما تكملش. هنا في اللحظة دي فرانشيسكو عنده الأولوية، لأن هو عنده أكسس للرجلتين أو الركبتين، وتقريبا هو رايح كده يمسك، يعمل حاجة اسمها ني تاب، إن هو يخش بدراعه ده يمسك الركبة، ولو ضغط لقدام مارسيلو هيقع. مارسيلو بدل ما يحط دراعه هنا، المفروض إن هو يحط دراعه هناك عشان يوزن في الاتجاه اللي خصمه هيزقه فيه. خصمه هيزقه كده، فبدل ما يحط دراعه هناك، هو وزنه كده كده ينزل عادي، يسيبه ينزل على خصمه، لكن الدراع ده مهمته انه يحمي مارسيلو من الناحية اللي ما فيهاش اتزان. دي الناحية اللي ما فيهاش اتزان، فاضية، ما فيش اطراف بتحميها. يا اما يحط دراعه ده هنا، يا اما يفتح رجله دي ويحطها هنا، عشان ما فيش هنا اي حاجة وزن مارسيلو. لو وقع مفيش حاجة توزنه. اهو ماسك الركبة وهيضغط للاتجاه ده، وبالتالي يحصل ني تاب. بس مارسيلو لحق نفسه وحط رجله هناك واتزن. هنا دي مصيبة. بص لو فرانشيسكو رجع دراعه ده ومسك ووطى دماغه، ما رفعش جسمه، وطى دماغه ولف، بص لمارسيلو ومسك وسطه ورجليه، مارسيلو وقع. ما ينفعش ان انت مارسيلو تبقى كاشف الجزء ده كله من جسمك كده وترفع دماغك لفوق. لازم تقوم مودي رجليك الاتنين بعيد وتوطي دماغك وتبتدي تخش على الرجلين تاني. بس تمام. هنا يقدر ان هو ياخد تايت ويست، بس الرجل دي مكشوفة. ويوقع فرانشيسكو. فرانشيسكو يعمل باتر فلاي هوك، بس مارسيلو يجي بوسطه الناحية البعيدة، فالباتر فلاي هوك ده ما يكونش له اي لازمة. قلت قبل كده في فيديو من الفيديوهات، لازم الوسط يكون فوق الوسط عشان تقدر تقلب بني ادم. لو الوسط بعيد وانت بتحاول بالباتر فلاي هوك انك ترمي، مش هتعرف. نورث ساوث. فرانشيسكو يكشف ظهره هنا اهو. بص بقى اللحظة دي، هنا فرانشيسكو كل اللي هو محتاج يعمله عشان يطلع من الوضعية دي ان هو يثبت كوعه اليمين في الارض، دراعه ده يمسك الرجل من بره، دماغه تخش تحت الفخدة من هنا، ويبتدي يرفع مارسيلو ويوقعه الناحية اليمين. بس هو بيتراجع وده الغلط. ادى المساحة وما استغلش قرب رجلين مارسيلو قدامه. التراجع في اللحظة دي مش مناسب خالص. مارسيلو يمسك درس، لان الدرس قفلتها عند الرقبة، وهيبتدي في الغالب يلف في هذا الاتجاه. فرانشيسكو يعمل حاجة كويسة بان هو يرفع رقبته لفوق وينام على بطنه، وده هيخلي
مارسيلو مش قادر ان هو يدخل كتفه في رقبته، بس اعتقد مارسيلو هنا عنده المساحة ان هو يلف لهناك ويبوظ الوضعية بتاعته. نشوف. اوكي، عمل حاجة احسن، وهو ان هو عدى الرجل دي ورا الكوع. بس الرجل دي مهمتها ايه؟ ايه لازمة الرجل التانية؟ لو الرجل التانية دي بدل ما تقفل بالعرض كده، يعني بدل ما تقفلها بالعرض اكنك مربع رجليك الاتنين، هات الرجل دي واقفلها تراينجل على الرجل دي، وبكده هتبقى عامل الريفرس تراينجل. وسطك وحوضك هيبقى قافل الرقبة من هنا، والرجل دي هتبقى قافلة الكتف على العرق من الناحية التانية. لكن كده دي مش صح، دي تقفل على الرجل دي تراينجل. فهنا فرانشيسكو عشان الرجل مش هو بص اتقفلت بس في الاخر خالص ومش عميقة، ففرانشيسكو هيزق الرجل ويطلع من هنا كده. مارسيلو في الغالب عنده برضو نورث ساوث. يمسك الدماغ برضو اوكتوبوس جارد تاني. ايوه، ده الطف. انا كده شايف ان انت متزن هناك وده كويس. والدراع ده يبقى بيتعامل يا اما مع الرقبة، يعني الدراع ده يتعامل مع الرقبة والدراع ده هو اللي يسند. الوقت يخلص. بعد كده نشوف مارسيلو مع سمعة اسماعيل المصيري. هنا مارسيلو يخش ني سلايسر، معاه تحكم كويس بالركبة اللي تحت ودي حاجة كويسة. وخصمه هنا ركبتينه الاتنين باصين لهناك، المفروض في لحظة زي كده يقوم ساحب، يقوم رافع، معتمد على ان هو يضغط برجله دي في الارض، الركبة دي تقوم مرمية لورا ويسيب صدره ينزل ويطبق على الركبتين ويطبقهم في بعض. من هنا الدراع ده يقوم ماسك الوسط ويبتدي ان هو يعمل حاجة اسمها سماش باس، الركبتين في اتجاه واحد. مارسيلو هنا ما خدش باله من الركبتين. احنا مش هنقدر ان احنا نهاجم الجزء العلوي من الجسم طول ما الركب في سكتنا، فاحنا لازم نتراجع، نحارب الرجلين والركب والوسط الاول، نطبقهم ونبتدي نعديهم، وبعد كده نشوف التحكم من فوق. لكن من هنا ان انت تتحكم من فوق من المسافة البعيدة دي كلها وهي الرجلين متحكمة فيك هتبقى مشكلة. بص بيستخدم رجليه، فالرجلين هي اللي عاملة المسافة الرخمة دي كلها. مارسيلو يخش تاني على الني سلايسر، مفروض يسيب ده، مفروض يسيب النص الفوقاني ده خالص ويركز على النص التحتاني. بص قلب وسطه، ولما قلب وسطه الرجلين بص عمالة، الرجلين كلها هي اللي بتعمل مشاكل دي، هيقلب وسطه ويوديه الناحية التانية، فمارسيلو يختل توازنه. هنا نفس القصة، الركبتين في نفس المستوى. اسماعيل المفروض يعمل ايه؟ ينزل بصدره على جنب الفخدة دي ويطبق الركبتين في بعض ودراعه يلف حوالين الوسط ويبتدي ان هو يعدي من قدام يا من ورا خصمه. بس اسماعيل يختار ان هو يسيب الفرصة دي، وبدل ما الركبة تكون متطبقة هتبقى متوجهة للبطن، مع كل حب واحترام يا سمعة. وسع يا جماعة. المسكة دي مش شايف لها هدف. انا شايف انه في اندرهوك من هنا، تقدر ان انت تفكر في حاجة من اتنين، يا اما تقوم نايم على جنبك اليمين الشمال، لا لليمين ده، تنام على جنبك اليمين وتبتدي ان انت تستخدم الاندرهوك ده، يا اما لان برضه هو اسماعيل دلوقتي فاتح رجليه الاتنين، فانت حط دراعك ده في الارض واسحب ركبتك اللي هو واخدها هاف جارد دي، الركبة دي اسحبها طلعها بره وابتدي هاجم. لكن هنا ما يعني ده بمزاج مارسيلو دلوقتي ان ركبته ممسوكة، لكن هو لو حط ايده في الاول زي ما هو حطها في الاول هنا
وسحب ركبته، مفيش حاجه، مفيش اي عائق هيبقى شغال قدامه. يا اما هو عايز يهاجم من الهاف جارد، من الهاف بوتوم هاف جارد، او من الهاف جارد اللي تحت. بس لو هو عايز يهاجم من البوتوم هاف جارد، هي وخصمه رافع دماغه كده، مش هيوصل لحاجه بالاندرهوك ده. ممكن حل تاني، ممكن الحل ان هو بدل ما يمسك الاندرهوك من عند الكتف، ينزل دراعه ده ويمسك الوسط بتاع خصمه، ويحط دماغه في الناحيه دي، في الكتف ده، من عند الصدر كده، في الكتف ده بتاع خصمه، ويسحب الرجل دي برضه، ويبتدي ان هو يصارع ويقوم. يسحب الرجل دي يعني يفتح الركبه دي ويحطها هنا، ويبتدي ان هو يصارع ويقوم. هيبقى بالجنب كده، وهيبتدي يستخدم الدراع ده ان هو يمسك الركبه التانيه اللي تحت دي ويوقعه في هذا الاتجاه. لكن مش ده اللي حاصل هنا. الحل التاني هو ان انت تسيب الاندرهوك ده، وتنزل بالدراع ده جوه الفخده المفتوحه دي، وتمسك ديب هاف جارد، لان انت تبقى برجلك دي لافف حوالين الرجل التانيه، والدراع ده يخش من تحت من جوه الرجل دي، ويبتدي ان هو ينام على ظهره، ويرمي خصمه الناحيه اللي هناك او الناحيه اللي هنا. هنا مهمة اسماعيل ان هو عشان يحل المشكلة دي، محتاج ان هو بدل ما يخلي صابعه الاربعة باصين اللي فوق، لان دول كده كفه لفوق، لو قلنا ان فوق ده اتجاه دماغه، فكفه لفوق. هو محتاج ان هو يعكس المسكة، ويخلي الاربع صوابع فوق، والصباع الكبير ده يبقى تحت، ويضغط الرجل دي لتحت هنا. ده هيعمل ايه؟ ده هيحكم وسط مارسيلو في الحركة، ويخليه مربوط لاتجاهه بس، ما يبقاش قاعد بيلف بسهولة بوسطه. ومن الناحية التانية زي ما دراعه عامل كده، يقوم لفه ومطلعه من حوالين الفخدة من هنا، من تحت كده زي ما هو داخل، ويطلعه من عند الفخدة من هنا، ينزل بركبته البعيدة دي ويحطها على الرجل التانية دي، اللي هي احنا مفترضين دلوقتي انها اتحشرت لورا لتحت عند الارض، يحطها عليها زي الني سلايس، ويعدي من هنا ويطلع ناحية الظهر. لكن بص، طول ما هو مش جابر الرجلين انها تبقى في الارض، او الركب انها تبقى في الارض، وسط مارسيلو حر جدا في الحركه. وده معناه ان وسط مارسيلو هيقعد يلف يمين وشمال معاه، وهو مش عايز كده، هيوجه له رجليه بالاتجاهات المختلفه. يعمل ستاك باس، اسماعيل يعمل ستاك باس، يقلب الرجلتين في ناحيه واحده. بس رد فعل جميل جدا من مارسيلو هنا، ان هو بيعمل حاجه اسمها البو بوست، ودي عباره عن ان هو بيفرد دراعه في الترايسبس بتاعه الدراع بتاع خصمه، ويبتدي ان هو يقوم عدل، فيوجه وزنه بالزياده لهناك، وبالتالي بيتخلق مسافه يقدر ان هو يسحب نفسه ويطلع منها. من هنا ماشي، نشوف بعد كده يحصل ايه. هاف جارد بني شيلد. دلوقتي اسماعيل مهمته ان هو لازم يكسر الفريم ده. الرجل دي هي اللي منعاه ان هو يتقدم على خصمه. لو انت عايز الهاف جارد بتاعك يبقى مؤثر، محتاج ان انت تعدي الركبه دي، ويبقى عظمه وسطك دي في بطن مارسيلو هنا، ودراعاتك تبتدي تمسك الدماغ والجزء ده. فهو لازم يسيبه بقى من الفريمز دي خالص، ويوسعها بس من سكته يعني. واهم حاجه من كل الحاجات دي انه يتفادى الرجل دي، لان الرجل دي هي عامله المساحه اللي ما بينه وما بين بطنه. اهو دي بنسميها اوفر باك جريب. لو سنه كمان يقدر ان هو يطلع منها، وبدل ما هو دراعه ده مش بيعمل اي مهمه، يخلي دراعه ده من تحت الرجل دي. الرجل دي يدخلها من تحت ما بين الرجلتين كده، ويمسك عند العصعوصه هنا، او عند العضله بتاعت المؤخره، ويبتدي ان هو يفتح كتفه، فيجبر الرجل دي انها تتشد كده. شرحتها لكم قبل كده يا سمعه. تمام. اسماعيل دخل دماغه هنا، ودي طريقه ذكيه جدا عشان يمنع لو خصمه عايز ياخد كيمورا او حاجه يمنعه. حلو قوي. اللي حصل دلوقتي ان اسماعيل قام قايم، وده بدل ما هو خلى ركب او الركبه المزعجه بتاعت مارسيلو هنا تبقى في بطنه، بصت ركبه الاتنين لفوق، فما بقاش في حائل او فريم من الركبه لبطن اسماعيل، ودي حاجه كويسه جدا. بس ليه بنلف حواليها؟
ما تلفش حوالين الركبة، خش من وسطنها لان هم اترفعوا لفوق. نحاول نشوفها تاني كده. بص هنا اسماعيل هيستخدم الايد دي عشان يقوم. انا ما انصحش ان انت تستخدم الايد دي، انا انصح ان انت تجيب رجلك التانية تدوس بيها في الارض وترجع بوسطك لورا ودماغك لورا، ما تخليش وزنك لفوقه. ارجع بوزنك لورا خالص، وبدل ما تستخدم الايد دي حط رجلك الشمال في الارض، ودراعك ده يمسك الركبة اللي تحت، الركبة بتاعت الرجل دي، وترفع خصمك لفوق وتقف. يتهيألي هو عمل حاجة زي كده، مش عارف، ما نشوف. يتهيألي هو دلوقتي ايده مش في الارض، هو عمل بالظبط اللي احنا كنا بنتكلم عنه، داس برجله في الارض وقام. بس في اللحظة دي كوعك ده مهمته ان هو يخش جوه الركبة، ما يفضلش براها، بحيث ان لو خصمك حاول يرجع ركبته تاني في الاتجاه ده، الركبة دي ما تقدرش. لازم الكوع ده يكون جوه الركبة، لازم ما نكونش شايفينه، لازم اكون شايف ريستك كده في نفس المكان مظبوط، بس كوعك ده يكون جوه. بص الكوع بره لسه، فالكوع ده لو اتفتح وهو جوه الركبة هيكمل الزقة بتاعت الحوض ويخلي الحوض ده مفتوح لفوق، ومن هنا تقوم داخل بفخدتك جوه خالص، لان مفيش اي حاجة تمنع، مفيش فريم بالعرض، هي الركب هي اللي فريم لما بينام بوسطه للعرض، لكن لما وسطه بيبقى باصص لفوق ما بيبقاش في حائل ما بين دخول وسطك لجوه لغاية بطنه، وهو ده اللي احنا عايزينه. تقريبا هنا اسماعيل حاول يلف ويخش على تورياندو، بس المشكلة ان الفريمات بتاعت مارسيلو هتبقى بالعرض وهتلقط رجله. هي لقطة رجله، هي لقطة رجله، وبالتالي هيحصل هنا عدم توازن. ده كده وضعية فيها عدم توازن، لان مفيش حاجة توزن اسماعيل الناحية دي خالص، فهيقع لو لف مارسيلو وزنه لهناك، هيقوم موقع اسماعيل في هذه الناحية بالظبط كده. اسماعيل مدخل بيفكر يمسك الرجل، بس دي مش اشجرامي لسه، محتاج ان هو يدخل الرجل دي هنا، والرجل التانية هي اللي تطلع من تحت وتدوس هنا. مارسيلو يهرب عشان المسكة بتاعت الرجلين مش مظبوطة، يبتدي يهاجم، يخش ني سلايسر، اما نشوف هيعمل نفس الغلط ولا لا. لو هو فضل ماسك الجزء الفوقاني من جسم خصمه هتضيع. الركبتين الاتنين هم نايمين، نام، ابعد ايديك خالص من محاربة ايديه، وانزل بصدرك على ركبه الاتنين، طبق له الركبتين على بعض، ابعد رجلك خالص من الحسبة وابتدي لف يا هنا يا هنا. انا من هنا ليه عايز احاول اوصل للدماغ لو الرجلين لسه قدامي؟ انا لازم احل مشكلة الرجلين، فهنا وزنه يعني هيختل. حاجة كمان، لما انت بتحاول تروح بزيادة لهناك بجسمك وبدماغك وبالكلام ده كله، وزن رجليك بيبقى خفيف، فممكن تتقلب بسهولة. اهو نشوف الحتة دي تاني. هنا تمام. بص الدراع ده هيحاول يوصل للدماغ، والدماغ دي عشان هو هيحاول يطول الدماغ هنا، فدماغه هتكمل لقدام، ده معناه ان وزنه هيتوزع من فوق رجله. كل ما الدماغ تبعد عن الرجلتين كل ما الوزن بتاع الرجلين هيخف. اهو وزن الرجلين خفيف قوي هنا، ليه؟ لان مارسيلو وزنه كده بقى متوزع وخفيف. يا اما وزنك عند رجليك، بعد كده تعدي الرجلتين وتبتدي تشوف بقى ايه النقطة اللي بعدها، لكن دي كده محاولة بعيدة جدا لان انت توصل لحاجة بعيدة قوي. شايف المشاكل دي مشكلة، لازم تعدي الرجلين. فيقع. هنا اسماعيل في حاجة اسمها هيد كورترز جارد، محتاج ان احنا نجيب الرجل دي بدل ما هي الركبة على الارض ندوس بيها بالقدم في الارض. ماشي، اسماعيل يدوس على الركبة دي ويحاول ان هو ينط، بس المشكلة هنا برضه في حاجة تانية. لو انت يا اسماعيل عايز تنط من فوق الركبة، لازم ركبتك دي تكون دايسة كويس في الرجل دي، في الفخدة من جوه من هنا، ومعدية سنة صغيرة بحيث انها تحشر الوسط هناك. لو وسطه حر هيفضل يتحرك معاك، انت بتتحرك مش على ارض صلبة، لكن انت بتتحرك كده على رمال متحركة.
لازم تحشر الوسط في الارض. عشان تحشر الوسط في الارض خلي ركبه الاتنين باصين لناحيه معينه، او ركبه واحده على الاقل الركبه دي تبقى لازقه في الارض بوزن ركبتك دي. قبل ما تعمل كده اهو، الدنيا هنا مش مستقره والحركه مش سهله. نوصل لوضع اوكورد وسط مارسيلو برضو، هي الرجلين والوسط لو ما تثبتوش مشكله. هنا الوسط متثبت ليه؟ لان اسماعيل حاطط وزنه على الركبتين هنا على الفخاد، فالوسط ثابت. تقدر ان انت من هنا اسماعيل تلف الايه لنورث ساوث لو انت عايز، او حاجه زي كده. او ممكن ان هو يعمل زي ما هو بيعمل دلوقتي، بيخش اكنه داخل دبل ليج ويلم الرجلتين لهناك ويبتدي هو يعدي ويشوف هيعمل ايه. مارسيلو من هنا عايز يدخل دراعه كيمورا، هنشوف هيحصل ايه. فعلا دخلوا كيمورا. انا ما عنديش مشكله، انا ما عنديش مشكله في اي حاجه، بس طالما انت لميت رجليه الاتنين كده يبقى تعدي رجلك اليمين فوق رجليه وتربط تعديها من تحت رجليه بعد كده، بحيث ان فخده واحده بس من جسمك تشيل مهمه دراعاتك. انت دلوقتي لمم الرجلتين دول بدراعاتك، عدي رجلك من فوق الرجلتين دول ودخلها من تحت الرجلتين، وحمل رجليك ووسطك على الرجلتين دول، وفك دراعاتك وابتدي حل المشكله بتاعت الجزء الفوقاني ده. انت اكنك بتباصي من بدراعاتك، تباصي رجليك، بعد كده تبتدي تتسلق الجزء الاعلى من الجسم بتاع الخصم. ايوه بالظبط كده. هنا بقى نبتدي ان احنا جميل، ايوه احنا كده لمينا الرجلتين وده جميل جدا. من هنا داخل مارسيلو بيهاجم كاونتر اتاك على الكيمورا. هل دي رجل مارسيلو التانية؟ لا دي رجل اسماعيل. اسماعيل عامل شغلانه كويسه جدا بان هو حاطط ايده دي، الحته دي تبقى ايده، فمحمله الوزن شويه لهنا، فمش سهل ان هو يقدر مارسيلو يقدر ان هو يقلبه لهناك بالماسكه بتاعت الكيمورا دي. نمسك الكتف ماشي ليه؟ ده الحاجه اللي وزنك دراعك. هنضطر ان احنا نسيبها طبعا. من هنا مارسيلو يبتدي ان هو يحرر النص التحتاني من جسمه، وعايز يلف زي ما عمل مع فرانشيسكو وياخد الظهر بتاع خصمه، بيستخدم الكيمورا كبوزيشن اكتر مما هو سبمشن. بس اسماعيل بقى هيعمل ايه؟ اسماعيل يحط دراعه هنا في وسط خصمه، وده هيخلي وسط مارسيلو ما يترفعش. بص اهو، ويلاقي مساحه ويطلع. تمام. نايس ترايبود سويب جميله جدا. نشوف الترايبود سويب دي تاني. اسماعيل بيقف، دراع مارسيلو ده هيقوم ماسك الكعب من تحت من جنب الارض بالظبط اهو. تمام. من الناحيه التانية هيحط الرجل البعيده ورا الركبه والرجل القريبه على الوسط. ادي الرجل البعيده رايحه لورا الركبه اهي، والرجل القريبه اتفتحت رفعت لفوق عشان تتحط ورا الوسط. ادي الرجل على الوسط، الرجل البعيده رايحه ورا الركبه، ومن هنا الرجل دي تقدر انها تزق، والدراع ده يقدر ان هو يسحب الرجل، والرجل دي تتحكم في اتزان الرجل الاخرانيه، فالرجلتين ما يكونوش قادرين يوزنوا الضغط بتاع رجل مارسيلو دي فيقع. اهي جاب رجله دي تمسك هوك من ورا الرجل دي، فالرجل ما تقدرش تتنطط ولا ترجع لورا، والرجل التانية بتزق والرجل دي بتسحب. ممتازة. فالخصم يقوم واقع. يعني احنا في وضعية ايه الوضعية يعني؟ هنهاجم منين ولا هنعمل ايه؟ اسماعيل بيحاول ياخد سيرة انكل على دي. بص بقى هنا في مشكلة،
مارسيلو هيقوم كرد فعل طبيعي للألم اللي بتاع الستريت انكل. عشان اسماعيل يخلص المهمة دي لازم يكون رجليه مقفولة حوالين الفخدة كويس، بحيث ان الرجلين دي تقدر تقفل ويستخدمها عشان يسحب نفسه، ما يبعدش خصمه ما يبعدش ويهرب برجله بعيد. بص، قدر يقوم. مارسيلو اتخبط تقريبا تحت الحزام، بس يطلع. هنا انا ليه بقى هنشوف ليه الاوسوتو او الاوجروما او الاوتشيماتا دي فشلت. الكوع هنا مش مسكته عميقة، لان اسماعيل هو اللي متحكم بالاندرهوك حاليا. الاندرهوك بص الكوع، يعني الاتنين لسه ملهمش تحكم كويس، الرابطة مش كويسة. عشان تعرف تسحب واحد عليك محتاج ان كوعك يبقى لازق في ضلوعك يعتبر، او لازق في جسمك. لكن هنا الكوع بعيد. ماشي، هنا في لحظة كويسة. المسكة مش حلوة، المسكة دي فيها مساحة. حتى لما مارسيلو لف، دي اوتشيماتا، لما مارسيلو لف هنا جسم اسماعيل بعيد قوي عنه. شايف المساحة دي؟ ما قدرش ان هو يسحب. بص، عشان تعرف تسحب بالاوفرهوك بتاعك محتاج ان كتفك يكون لازق في ودنك. هنا انت كتفك بعيد قوي عن ودنك، بص، فما فيش مساحة كويسة. فالمسكة بص ضعيفة جدا، ما سحبتش، ما عملتش المهمة بتاعتها. وبالتالي اسماعيل المهمة بتاعته انه جسمه يتاخد او يتسحب، ما حصلتلوش. نخش تاني للكيمورا. مارسيلو بيحب الكيمورا من هنا جدا، ورايح برضو للظهر. دي اشيجرامي كويسة من مارسيلو. مش هيعرف يخلصها عشان دراعه بعيد عن كتفه، بعيد عن رقبته في الستريت انكل. الستريت انكل محتاج ان كتفك يبقى لازق في ودنك. بنستخدم دراعنا في حاجة ملاش لازمة دلوقتي. انت مش مهم انك تمسك رجلك خالص، الدراع ده يبقى حاطط فريم عند الكتف على الاقل. دي جميلة قوي، دي هو عملها صح. لو ناخد بالنا عدل ركبه لفوق، شوفها تاني، ده اللي انا كان قصدي عليه. لما يبقى فيني شيلد الركبة دي دايما بتبقى في الوسط ومنع التقدم على الخصم. اسماعيل هنا يقوم داخل ماسك الركبة التانية من تحت اهي، اهو ايده مسكت الركبة دي ورفعته. ومن هنا بقى كوعه كان جوه، ودي حاجة كويسة، ده المظبوط اهو. ده هاف جارد ناجح اهو، ده دخل لديب هاف جارد او لهاف جارد من غير ني شيلد، ناجح جدا.
مارسيلو يدخل دراعاته عشان يعمل فريمات ويمنع خصمه ان هو يمسك النص الفوقاني كويس، ويستخدم باترفلاي هوك لذيذ جدا، يعمل عمل توازن، عدم توازن كويس قوي. يقلب الموضوع للكيمورا تاني بيحاول يفك الكيمورا، زاويتها مش هتبقى مظبوطة، لا. اشيجرامي بقى، حط رجلك صح. بص بص بص، لا هنا غلطة كبيرة، هنا غلطة كبيرة. هنا بص، لو ناخد بالنا، اسماعيل ركز على المشط بتاع الرجل ومركزش على البوزيشن الصح. لو انت عايز ان انت تاخد ليج لوك مظبوط، ابتدي بان انت تتحكم في الرجل صح. ان انت تتحكم في الرجل معناها ان انت تجيب الرجل دي تدوس بيها في الوسط هنا عشان تبقى معاك اشجرامي كويسه. المهم بتاعت الرجليك انها تربطك في الطرف، في الطرف اللي انت بتهاجمه، الرجل اللي انت بتهاجمها، بحيث ان الدنيا ما تزحلقش لما تيجي تاخد السبمشن. لكن لو خدت السبمشن من هنا وانت لسه مش واخد بوزيشن كويس، تبقى عامل بالظبط زي اللي بينط من فول ماونت كده ياخد ارم بار في الهوا، بتلاقي الدنيا باظت في الاخر. وده بنسون هندرسون لاعب اليو اف سي القديم، بهزر طبعا بس هو شبهه، بقول له كده على طول. نكمل. بص المسكه هنا شالوا، التحكم في الرجل ضعيف جدا، لازم تبقى قافل على الفخده كويس قوي برجليك. عشان تقفل بالفخده كعبك ده يكون دايس في الوسط مش بعيد قوي كده. بص هيقدر يقوم بسهوله وهيقدر يسحب رجله ويعمل كل اللي هو عايزه. جميله، نشوفها تاني كده. جميله جدا. ايه اللي حصل؟ هو هنا هيزق ويقوم عنده اندر هوك، تمام، وخصمه محمل وزنه لقدام، هيقوم داخل برجله واخد خطوة، الرجل التانية دي هتمنع الرجل الأولانية إنها تتزن لهناك، ومن هنا هيقوم رمي الوزن لهناك كده لورا. في اللحظة دي المفروض مارسيلو يعمل ايه؟ المفروض مارسيلو أول ما يقع كده يقوم حاطط كوعه اليمين في الأرض، ويبتدي يحط الرجل اللي فوق دي بعيد، ويقوم معدي الرجل التانية من فوق. بس العزم بتاع الرمية كان جميل بصراحة. وتنتهي المباراة.